ليدر الدفعة يعني أهم واحد في الدنيا، أبو نضارة وبليزر اللي ما بيشوفش، الحاضر في أي مناسبة جامعية، الراجل بتاع القوات الخاصة اللي يخلص أي حاجة تيجي في بالك وما تجيش في بالك، رفيق الدكاترة والمعيدين اللي هيهون عليك ويوفر عليك كل حاجة تخصك في الكلية، اللي بيعرف مين الناجح ومين الساقط من قبل ما النتيجة ما بتظهر، تظبيط المواعيد، تقويم السنة في ايد الراجل ده. لازم تعرف الراجل ده وتتصاحب عليه كويس جدا. دايما هتلاقي الراجل ده في ديل الدكاترة كده، عارف الحاجة قبل ما تحصل، ليه نظرة مستقبلية لكل واحد فيكم هينجح ولا هيسقط، تلجأ ليه في المواقف الصعبة في التلخيصات وفي الكلام ده كله، لأن هو هيكون مصاحب دحيحة الدفعة وكل الدفع المجاورة، الراجل الحاضر في أي مناسبة تخص أي حاجة في الجامعة في الكلية بره الكلية، هو اللي بيظبطها، هو اللي بينسقها، دايما لابس البليزر النضارة السوداء الكوتشي الأسمر، ده بيعرف يعمل كل حاجة في الدنيا، ما بيعرفش يقول لأ لأي حد، دايما هتبعت له على الواتساب هو يا اما مشغول يا اما بيعمل سين ومش هيرد عليك، واول ما هتشوفه هيقول لك معلش حبيبي مشاغل، احنا بنتعب من اجل الدفعه، انتوا ما تعرفوش بقى، انتوا قاعدين بقى مدفنها واحنا اللي حاميينها كليه يعني. الشخص المجاهد اللي بيحضر المواعيد من قبل ما تيجي، من قبل ما الميعاد بيتحدد هو هتلاقيه هناك اصلا، روحه ونفسه وكل اعضائه موجوده من اجل خدمه الكليه والجامعه. الراجل ده دايما هترن عليه هتلاقيه انتظار، الراجل اللي مسيف بنات الدفعه والدفعات المجاوره مع كليتك والكليات اللي حواليك، دايما هتلاقي الداتا بتاعت اي حاجه تخص اي مجال يجي في بالك، فالراجل ده ما تخسروش. الراجل الملتزم بالنشر اليومي على الجروبات، هو معاك خطوه بخطوه لاجلك انت. فالشخص ده اول ما تخش كده من باب الكليه عموما او لسه ما تعرفتش على ناس، فانت هتعرفه اول واحد. خد بالك علشان لو الليدر الدفعه اجتمع مع عصفورة الدفعه هتحصل حاجه مش حلوه خالص، مش هيبقى في صالحك، فلازم تصاحب الاتنين. ربنا يعلم انا بحب سلسله الكليه دي ازاي، والله كل ما الناس تخش تتكلم معايا في موضوع بحب اعمل عليه فيديو والله. فمنشن للليدر بتاعك بتاع الدفعه وقول له احنا من غيرك نتوه والله.